السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولي الأمر المحتار وعايز ابنه يكون من الشطار، إن شاء الله النهاردة هحطك على بداية الطريق في الوحدة التاسعة. هنا مختص بيهم الصف السادس الابتدائي الترم الثاني. احنا كده مع الوحدة التاسعة فيها أهم التعريفين. تعريف يسمى النسبة. النسبة هي مقارنة بين كميتين من نفس النوع والوحدات. النسبة فيها نفس النون والسين، نفس النون والسين. في كمان تعريف تاني اسمه المعدل. المعدل انه مثلا يشرب 5 عصير كل 3 ايام. المطبعة بتطلع لي 60 ورقة كل 3 دقائق. دول بيكونوا كميتين مختلفين. اهم حاجة يربط لي الكلمتين دول مع بعض. معدل مختلفين، النسبة نفس. طيب النسبة لها أشكال بتتكتب بيها. أول شكل A إلى B، أو A على B، أو A إلى B. لازم أكون عارف إن ده هو الحد الأول، الحد الأول. كمان النسبة لها أكتر من شكل وبنسميها في مسميات تانية هاخدها إن شاء الله الطالب في الصف الأول الإعدادي التناسب، وهو تساوي نسبتين أو أكثر. يعني يقول له 2 على 3 بتساوي 4 على كام؟ أو ممكن نقول له 6 على 7 بتساوي 18 على كام؟ أقول يا أستاذ دلوقتي بمجرد النظر الاتنين اتحولت 4 فضرب في 2، زي ما أضرب فوق هضرب تحت تطلع كم؟ ممتازين 6. طب هنا يا أستاذ هضرب في 3 و7 في 3 ب21. حد تاني يقول يا مستر احنا عارفين على فكرة من ضمن خواص النسبة إن حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. يعني لو جيت تركز كده وشوف هتلاقي 3 في 4 ب 12، وكمان 2 في 6 ب 12. ممتازين يا شباب. كده بالنسبة للنسبة والتناسب وازاي نجيب نسب مكافئة. قاعدة آخر فكرة فيها إن إزاي تجيب نسب متكافئة من خط الأعداد. هيدي لك الخط الأولاني والخط الثاني، خطين دايما بيبدأوا عند الزيرو، وفوق مثلا هتلاقي أي أرقام وتحت أي أرقام، وليكن 1 2 3 4. الواحد ده يعادل 5، يبقى الاثنين تعادل كام؟ ممتاز 10. طب العشرة التلاتة تعادلها كام؟ 15. هنا تعادلها 20. هتلاقي هنا كتب لك 7. أسأل نفسي الواحد مش هنا، هتلاقيها مكتوبة تحت. الواحد اتحولت 7، ضربها في كام؟ في 7. همسك الخمسة دي برضو أضربها في 7. 5 في 7 35، يبقى الإكس أو المجهول ده ب 35. مرة تانية أقول لك لو كان عندك عدد الأولاد 50 ولد، يا ترى البنات هيكونوا كام؟ وأقول لك معاك الشكل ده كده ومتقسم على 5 حتة 2 3 4 5. يا ترى البنات كام؟ هسأل نفسي هو الجزء بكام؟ هم دول 5 أجزاء، 50 على 5 الجزء ب10. الأجزاء دايما بتكون متساوية، يعني كده معايا عدد البنات بيساوي 30 بنت. كده شرح مبسط وسهل. أهم التعريفات تعريف النسبة، تعريف المعدل، النسب المتكافئة، وكمان تمثيل النسبة بالمخطط الشريطي عشان في شرطان، وتمثيل النسبة باستخدام خط الأعداد، وإزاي تجيب نسبة مكافئة. أتمنى أكون فدتكم ونجر بسيط، وفكركم بالشعار بتاعنا مع مستر همام الرياضة في التمام.